كل سنة بنسمع كتير عن حالات الإسكانية بتحصل في البيوت بسبب تسريب الجاز، أو ما يطلق عليه باسم القاتل الصوتي. هو قاتل فعلا لأنه ممكن يخلص حياة بني آدم، وصامت لأنه لا ليه لون ولا طعم ولا ريحة. هتشرب بقى مية وأقول لك إزاي نخلي بالك. الغاز ده اسمه أول أكسيد الكربون أو كربون مونوكسيد، وده بينتج من أي احتراق غير كامل لأي وقود عضوي زي الغاز، زي البنزين، زي الفحم. يعني حضرتك مثلا بتشوي في مكان مقفول لمده طويله وقافل عليه باب الاوضه، حضرتك دخلت الحمام تستحمى لمده طويله وقافل شباك الحمام، حضرتك راكب عربيتك في الجراج وقافل شباك العربيه ومدور العربيه. دي كلها اشكال للاحتراق الغير كامل للوقود العضوي، وبالتالي هيخرج منها غاز اول اكسيد الكربون. الكارثه هنا بقى ان الهيموجلوبين في دمك بيحب غاز اول اكسيد الكربون 250 مره اكتر من الاكسجين، فبمجرد ما بيشوفه بيزق الاكسجين خالص وياخد مكانه في عروقك، وفجاه بدل ما بتتنفس هواء بتتنفس غاز او سم وانت مش دريان. اللحظه دي هحس بدوخه، هحس بزغلله، هحس بصداع شديد، هحس بضيق في التنفس. لازم فورا اشد الفوطه بتاعتي واخرج لاي مكان فيه تهويه، كده بروح المستشفى عشان اعوض كميه اول اكسيد الكربون اللي دخلت جسمي. بالخلاصه ناخد بالنا كويس جدا ونعرف غيرنا، اي حد من جيراننا ظهر عليه نفس الاعراض دي ناخد اي مكان فيه تهويه كويسه، بعد كده نتوجه بيه اقرب مستشفى في اسرع وقت. تعرف غيرك وشير الفيديو، ممكن تكون سبب في انقاذ حياه. ربنا يحافظ عليكم جميعا ان شاء الله. انا دكتور ايوب، وده علم البساطه.